تعالى عشان مونتي جاي. انت بتكتب متأخر. والله كلك ذوق، بتجيب العيب فيك. انا اللي السلام عليكم. اتسرعت. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه ودايما بخير يا رب. الله يخليك. كنت انا مع حضرتك اللايف اللي فات كده، وكان لايف جميل بصراحه والله. تعالى نظر تحت في الكومنتات وبتاع. انهي واحد اللي هو بتاع ايه؟ دكتور محمد احمد. اللي هو بتاع انهي واحد اللي هو اللي كنا ازاي تكتشف ذاتك، كلام غريب تتعامل كده. مع قلبك ولا قلبك. كلام ناس كبار كده كان بيقول لك ازاي صمت مش عارف ايه الزواج الصح، حاجه زي كده، حاجات غريبه كده، مسميات غريبه كده. اه، الخرس الزوجي ده هنفتح له لايف لسه. ده مفيد اصلا، ده احسن حاجه مفيده للراجل اصلا وللست كمان والله، ان احنا ما نطقش بعض كده، عادي ما نتنش على بعض بعد زهق طبعا. فده حاله نفسيه كويسه يعني. علشان عايزه اقول لك حلو، هو حلو، هقول لك ليه بيخلي العمر يعدي بسرعه ومفيش احتكاكات. والله احسن، الحياه اقسم. يعني الناس زهقنا من ايه؟ اقسم بالله احسن. يعني المؤاخذة ان انا بطرح الامور بطريقه كوميديه، لان احنا زهقنا. صوت رايح على فكره، صوت رايح. استنى، هو انت الصوت رايح. عماد المنشاوي، هو انت عماد المنشاوي ده ساكن فين؟ عايزه اعرف انا ساكن. اعرفك ولا لا، طلعت معايا قبل كده. ايوه، اصله طلع معايا قبل كده وقال لي انه ساكن في حته. لو هو اللي بيطلع معايا انت حضرتك قلت لي رد المتابعه، كنت هكلمك في موضوع مهم نعمله. من ساعه، من ايام لايف استاذ وليد. استاذ وليد صوت بعيد على فكره، صوت مش واضح. وليد مين؟ هو في ايه في الصوت عندي؟ طيب مش عارف. انت بس بس بتبعد عن السماعه ولا حاجه ممكن لا لا، انا بقول لك انت. ايوه ايوه، انت ساكن فين؟ قول. دكتور احمد، مساء الفل والورد. واضح جدا، بيقول واضح جدا. كده واضح بقول كده لك محمد اطلع، مونتي جاي. طب انا عايزه اسالك سؤال، هو انت بتفتح لايف يا استاذ اه ادم؟ بفتح كده، بس بفتح مع نفسي كده. تفهمني يعني، بفتح يعني يجي يقعد معايا، اسمع حاجه بعملها، ما بفتحش حوارات وكلام من ده اللي بظروفها يعني. ايوه عملت ما انا عارفه انك طلعت لايف معايا كتير. انا بقول لك انت ساكن فين، تقول لي على طول. انا مش بسرق حد. قول لي. انا عارفه انت ساكن اول كلمه. انا هقول لك صوت تاني حاجه ايه. انت ساكن صوره فين؟ البطاقه وخلاص، نفهم بالراحه، صوت البطاقه بس وخلاص. اعترف. ايوه، عايزه اتاكد ان هو والنبي هو. طب انت اللي انا عايزه اتجوزك انت وهيثم، انتوا الاتنين في يوم واحد. في يوم واحد؟ الكلام ده طبيعي؟ اهو ده نعمله موضوع حلقه مثلا. عايزه افرح بكل الناس اللي عندي في يوم واحد. اهو، واستاذ احمد اهو جه كمان عشان اجوز كله مع بعض. طب تعالى اطلع يلا. ماشي اطلع. استاذ هيثم، عايزه ابعت لك وتطلع معانا. لو استاذ حد عايز احمد يطلع حبيبي. ممكن انزل عادي، لو حد عايز يطلع معاك انا هنزل عادي، مش مشكله. لا، ما هو الجست ما يستعمل حبايب قلب. وانا مع حضرتك. عندي ايه؟ فاهم انت كاتب ايه؟ وانا مش شيل. هتجوزني؟ السلام محدش عليكم ورحمة الله بيقول وبركاته. لي عندي أستاذ جواز عماد تاني. وأستاذ آدم، ست عليكم الكل يا السلام رانيا ورحمه الله. باشا منورين. شرفت بحضراتكم واحلى متابعه طبعا. الله يخليك، الله شرفنا والله. يحفظكم. الله زعلان يحفظكم يا رب. منك يا أستاذة رانيا والله. انت هو انت كان وعليكم عندك السلام جوله ورحمة الله النهارده يا وبركاته. استاذ رانيا ولا ايه؟ فضلت الصوت مستناك بعيد، انت ما الصوت بعيد. جيتش. نعم. والله ايه يا العظيم كنت جماعه ما. بره، كنت المفروض كنت بجيب دواء ليا علاج، فما استاذ لقيتهاش في احمد. الصيدليه اللي عندي القريبه مني، فبيعملوا حاجه زي بسيب الورقه بتاعتي اللي هي اللي عندي دي مثلا، اللي هي الورقه اللي هي التحويل، وبيقولوا لي مثلا اقرب صيدليه اصرف منها الدواء، يعني هي شبكه يعني مع بعض في الصيدليات، فبيقولوا لي اقرب صيدليه ان اروح اجيب منها الحاجه يعني طيب هقول لك على حاجه، اما اقول المتوفر استاذ فيها يعني. احمد. اما اقول استاذ اولا احمد. في حد احمد معايا ما هو تردش. يبقى هقول لك انت استاذ ليه. عشان ماشي ما ليجل نخسرش ماشي. بعضين. هو ليجل منورين ليجل. منورين جميعا. طيب عشان انا بس سايق ومش. بس عشان اولا اولا السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام السلام ورحمة عليكم. الله وبركاته. رانيا انا زعلان منك. مين اللي زعلان؟ انا عماد يا رانيا، انا عماد اللي انت كنت زعلان بتقول له مني ساكن ليه؟ فين. الكل زعلان انت منك، أنا ساكن وعماد فين؟ وآدم كلنا زعلان استنى منك. خليني رخيصة. عشان ينفع تعرف ان انا ايه؟ عشان ايه تعرف ان انا حافظة. عرفت الصوت عنوانك. الصوت مساء الفل يا استاذ ناصر. بقول لك عشان تعرف ان انا حفظت عنوانك. احنا نروح الاسم. ايوه، انت اللي بتكتب لي احنا نروح الاسم كل مرة. ايوه استنى. طيب استاذ عماد مش سامعني. هنتكلم في ايه بقى؟
انا زعلان منك عشان انت فتحت 5 مرات ومحدش بعت لي، ولا حتى هشام سبعة بعت لي، ولا اي حد بعت لي. سبعة والزمالك، طب انا كنت متابع 7. طب ما بعتلوش ليه يا استاذ 7 احمد؟ مرات. انا مش بعرف. يعني انا مش في قصه ما بعرفش، انا بلاقي اسماء هو انت بس هي حضرتك احنا اولاد البطه السوداء علشان ما تقبليش المتابعه يعني؟ يعني سوري يعني انا ترد على السؤال بعد اذنك يعني. ده جري مين شكل والله، اللي جري شكل والله. منور يا جاي؟ وائل. انا احمد المصري، احمد الابو دايره ذهبي. اه انا عامله لك اشتركنا في القلب يا كابتن والله كلنا. انا عامله لك مفاجأة. المهم انت كسبت الجوله ولا لسه ولا ايه اللي حصل؟ لو فاضي الجوله رسميه يعني ولا ايه؟ مين اللي عامل الجوله دي؟ بعت مش انت كنت في الجوله دلوقتي؟ احمد المصري استاذ هيثم بعت لك كتير امبارح، انت اللي ما جيتش، انت بتاخد غياب على فكره وعليك غرامه. هيثم ما بعتليش، ما حدش بعت لي حاجه على فكره. هيثم علق على فيديو عندي بس، انما ما بعتليش. عملت له شير. اسمه محمد حيدر، مساء الفل. اهلا يا كابتن، منور يا كابتن. طيب خلينا الموضوع بيكون منتهى الصراحه، اللي هو ايه موضوع استاذ عماد ما تتكلم، ما انا قلت لك اتكلم، انت اللي ما اتكلمتش. استاذ ناصر تطلع معانا، استاذ عماد ما تتكلم، ايه اللي حصل؟ مساء السعاده يا استاذ ناصر، منور. هو عامل ميوت، اكيد عنده ظروف، اكيد عنده ظروف شغل او لا حاجه. ده هو عماد بيقول لي بيقول لي اتكلم. لا كنت بقول لحضرتك رد المتابعة، أنا من أول الناس اللي عاملين لك متابعة أصلا. الله. ما ردتش انا لحد يا عايزه استاذ عماد والله. والله انا ما عايزه ردت لحد، مع ان عندها متابعين كتير. هي قابله متابعين كتير. انت عارف لو هي ما عندهاش ما كناش زعلنا، انما هي قابله كتير. هي الناس أستاذة رانيا حد على خلق، وحد احنا بنحبها. 400 هي قابله 419 واحد. هقول لكم اللي بيفتح لايف برد له المتابعه عشان هيفتح فندخل مع بعض، اللي لو ما النبي بيفتحش لو لايف ما النبي بردش يعني ايه المتابعه. اللي يفتح طب احنا عشان مش غلط بنفتحوا مني، لايفات. انا بفتح لايف. طب أنا بفتح لايف. وانا بفتح لايف، كلنا بذمتك بنفتحوا لايف. عارف بقى ما شفتهمش فاتحين لايف هلغي المتابعه طب بس، أوكي، وهحبسكم لما تيجوا هنا. اتفضل يبقى نروح خلاص. الاسم. تفتحوا. لا استاذ ادم اللي بينه بتاعته. طيب تحبوا نتكلم في ايه؟ انت بتقولي يا استاذ ادم ايه اللي بمنتهى الصراحه نناقشه، اللي هو ايه؟ اطرح موضوع كان احنا طبعا بنقعد في اللايفات، طبعا كل اللي عنده حاجه بيقعد يجيبها من الشرق ومن الغرب. احنا كلنا طبعا علماء وملائكه طبعا، بسم الله ما شاء الله. وبنقعد نصدع بعض بتاع ساعتين ونص ولا حاجه او اكتر من كده، وبعد ما نقفل اللايف بننسى اصلا كنا قاعدين مع مين. يعني هو في حد بجد بياخد راي من اللي موجود في اللايف؟ انا حضرت لايفات كتير بجد، وبعد ما انزل معاهم ب5 دقايق بالظبط مثلا كنت بعمل ايه اصلا. فهل فعلا الموضوع ايجابي ان احنا بنقعد ناخد راي بعض، الكلام ده بنستفاد منه ولا هو بنضيع وقت مثلا؟ هقول لك انا لما ببقى فاتحه، انا كده كده اما حد بيكون بيتكلم ببقى بسمع له وبقرا الكلام المكتوب. مش شرط بقى وانت بتكتب ان انا ابقى لازم اقاطع اللي بيتكلم واقوم مش عليك قاريه انت، الكلام ده. الموضوع مش عندك انت خالص. لا انا عايزه للتوضيح، انا ممكن اقرا الكلام واقوم قايلاه في وسط ما انا بتكلم، يعني اقول له او ارد عليه في وسط ما انا بتكلم. خلاص. تمام. الفرق المفروض اللي بيقرا اللي مثلا اللي بيتكلم على الجست لو كلام يستحق الرد برضه هو بيرد عليه، بحيث ان احنا نبقى كلنا في حاله من حضرتك التوافق. سؤال برضه، سؤال حضرتك ما فهمتش اللي انا قصدي، ما خدتش بالك من اللي انا قصده بس. ف... ف... يعني انا حضرت قبل كده لايف، حضرتك حضرت لايف قبل كده، انقل لك بس الصوره لان هنزل على طول. يعني حضرت لايف قبل كده اللي هو بتاع الحلول المشاكل الاسريه والكلام اللي احنا بنسمعه طول النهار دوت. وطبعا قاعدين واحده تحت طبعا قاعدين سالخينها طبعا، وهي طبعا ماسكه جوزها نشرها الحبل بره اللايف، الناس كلها هتعدي عليه كده. بعدين طلع قلت لها يا جماعه طب انتوا ما تبعت المشكله في الخاص وتروحوها في العموم، مش شرط تقعدوا تحت تشاوروا عليها الناس تخش لها خاص وكده. طبعا طلعت انا جاي من قريش، جاي من زمان، راجل قديم انا مش صبور وكده، يعني زي تتكلم كده مع الدكاتره والكلام الفارغ ده. فانا اللي انا عايز اوصله بس ان احنا يا جماعه بنقعد نحتوي بعض، نسمع بعض والله العظيم يا استاذ، واحنا كل واحد عارف مشكلته ايه وعارف حلها ايه. بتطلع يطرح المشكله وعارف حلها وعارف مشكلته وعارف الدنيا ماشيه ازاي. فده رايي يعني. انا قصدي يعني احنا بنستفاد ايه مثلا من اللايف غير المعرفه المحترمه، مش اكتر من كده. هقول لك على حاجه، الكبر اوقات يبقى الواحد عارف مشكلته ايه وحلولها ايه،
بس هو مكابر زي ما تقول كده، ايه، محتاج حد يأكد له المعلومة ان هو غلط، او محتاج حد يقول له لا ما تعملش كده. كل بتاع واوقات بيبقى حتى لو ماشي يا سمع استاذ، ماشي يا الصح استاذ، بيكابر اكتر. استاذ ماشي. استاذ حسام هو ده دبور حضرتك من تحت ها؟ يا فندم. استاذنك معاك تحت في التعليقات. ماشي ماشي، بس اقول نورت لحضرتك على حاجه الدنيا. بس والله، مفيش ست بتطلع حتى لو غلطانه الا لما يكونوا بتعاطف معاها، بيحسنها بسم الله ما شاء الله. بقى في رجاله كتير حلوه كده. يعني ممكن ست تطلع تتكلم في امور، انا واحد مثلا قلت لها في مره بعد اذن حضرتك ده سر بيتك ما تتكلميش فيه، حتى انت لو كويسه انت كده مش كويسه، فبنطلع احنا 20 في الاخر برضه. هقول لك على حاجة، معاك كل الحق، بس انا ساعات بعذر ليه؟ علشان اوقات بيبقى حد داخل يحكي لي المشكله بتاعته. يمكن هنا عشان احنا بنقول كده اكتر، انا بسمع الكلام ده هنا اكتر، لان هنا في كل بيت في كل الدول. لكن لو في يعني كان في بدايه نزول الابليكيشن والحاجات دي، كان الموضوع ملموم شويه، رغم ان العدد كان اكبر بكتير بقى الناس اللي بس الموضوع بقى سوء والله يا استاذ. بيبقى الواحد ده دي الحال. استاذة راضية، هو انت محتلة مادة معينة؟ طب خليني اكمل بس الجمله اوصل اتفضلي. معاك. اسف ان اسف. انا ولا يهمك، ان انا اوقات بيبقى حد مقطوع من شجره، او الناس اللي حواليه استشعر انهم مثلا لو هو بيحكي مشكله شخصيه عن بيته، ان هم عايزين يخربوا بيته، او ان هو بياخد منهم اراء مش عاجبه مراته طول الوقت. واوقات فعلا بيبقى الدايره المقربه بتاعتك حتى لو صحاب ممكن يضلوك، ما يعني عارف ازاي اللي هو حب بقى الاصحاب لبعض، لا انا مش هغلط صاحبي، ده هي اللي وحشه. فأوقات بيدخل إن هو يحكي فعلًا بيبقى مش عارف يوصل لحاجة، أو الموضوع مثلًا وصل لمحكمة وهو مش عارف يوصل لحل، والست وحضرتك لو نفس كمل على كده بس غيّر الaccount بتاعك، ادخل بaccount fake. أنا دايمًا باقول لهم كده، يعني عشان إيه، اللايفات كلها بتتاخد منها فيديوهات وبتنزل على هنا وهنا وهنا وهنا، فالأحسن إنك تدخل بaccount fake. يمكن الموضوع ده يا أستاذ آدم كان زمان أحسن لي وأحسن للأشخاص، يعني كان بيبقى عندي عدد كبير أوي، كان الخاص ممكن انا افتح الخاص وانا قاعده في اللايف، فهو يقعد يكتب لي وانا ما اقولش اسمه قدام الناس كلها، تبقى عارفه ان الشخص ده ما عندوش مشاكل، مظبوط لكن هو عنده صح كده. مشاكل بكتير احنا ده اللي بنحلها. احنا قلناه كده صح كده. لا هي بقول لك، لا هي تطلع وبنشاور عليها، وساكنه يعني المفروض تحط صوره بطاقتها عشان نعمل المدام قاعده فين. فطبعا ده لا طبعا. غلط. فده غلط يا طبعا جماعه، ما ينفعش. قلنا نتناقش فيه كذا مره وتلاقي الراجل قاعد فوق. يعني حضرت مره تلاقي واحد بيقول لها ايه ده كافر اتطلقي منه. بالله زي ما بحكي لحضرتك كده، شفت الجمله؟ دكتور علم نفس طبعا قاعد فوق الجهبذ اللي قاعد عم ايوب اللي فوق، بيقول لها ده كافر اتطلقي منه. ايه يا عم ايوب اهدى شويه على نفسك، فربنا ييسر ممكن اقول الامور. حاجه بس بسيطه؟ اه اتفضل يا بس استاذ، حضرتك خلينا كده. بس على جزئيه تطلقي بص منه، يا ده استاذه، يمكن يعني ده انا عشان مثلا في ناس، استاذه رنا زي حضرتك، في ناس احيانا بتدخل يعني ما عندهاش اجتماعيات كتير قوي في الحياه، مثلا يعني مثلا حضرتك او استاذ اي حد مثلا، وعنده مشكله. استاذ راني مثلا احيانا بتفتح مثلا ماشي. لايفات قانونيه مثلا، وانت عايز تسال عن اي حاجه او حاجات نفسيه، انت خايف تسال فيها لاي حد، او معكش الحق الاستشاره، او معكش حق الحاجه دي تدفعها. لو بنتكلم في حاجات اجتماعيه مثلا، انت ممكن يكون عندك مشكله مثلا ومش لاقي حد تحكي له، وان الحد ده مش ذو ثقه، وعايز تعرف حل بسيط حتى او تتعلم منه اي حاجه. تطلع مثلا، في ناس بتطلع تتكلم مثلا وبتحكي مشكله، او بتخش في نقاش موضوع معين. نقاشات مثلا انا ممكن استفاد حتى لو من اقل واحد في اللايف بيقول كلمه، حتى انا ممكن استفاد منها. اقل واحد، يعني اقول لك انا مش اكبر واحد، لا، اقل واحد ممكن يطلع يقول لك الحل او يتكلم في حاجات انت نفسك تستفيد منها. فهي اللايفات او المحتويات الهادفه، او اللايفات اللي هي اللي ممكن استاذ هشام هو موجود، هو مثلا بيقول مثلا عنده زي صفحته مثلا بيقول حاجات كده جميله كده بيقولها مثلا، او اي حد بيقول حاجات كده احنا نفسنا ممكن نستفاد منها، وانا الحكمه او اي الحاجه في الحياه او كده، كلنا بنستفاد من بعض، محدش ما بيستفادش من التاني. ما اقولش لا انا طلعت بره انا استفدت، لا، الخطا في اللي انا تلقيت غلط، او انا ما رضيتش استفاد، او انا ما فتحتش دماغي ان انا استفاد اعرف الموضوع ايه. في غيرك ممكن يستفاد، انت مش الموضوع ده مثلا مش جاي على دماغك، بس غيرك الموضوع جاي على دماغه. بيجي الموضوع مثلا ايه، مثلا استاذه رانيا مثلا فاتحه موضوع مثلا عن اي شيء، عن الكذب مثلا، او عن فشل الحياه الزوجيه، او واحده مثلا بتطلع
تقعد تتكلم. يعني من قيمه كام يوم، من يومين، واحده طلعت اتكلمت موضوع عن موضوع التعدد ضد اللي احنا كنا هنتكلم عليه، اقسم بالله العظيم. كانت بتشجع بقى، كانت بتتكلم في موضوع خلت الناس كلها تسقف لها من دماغها وعقلانياتها. ممكن الحاجات دي تخلي واحده مثلا بتفكر انها عايزه تتطلق، او من جوزها متجوز عليها وعايزه تطلق، تفكر 100 مره انها لا تراجع نفسيها. وفي غيرها لا، انا كده حياتي كده. فهو انت ازاي انت بتاخد المعلومه، او انت استفدت من ايه، غير انت استفدت، غيرك ممكن يقول لك لا انا ما استفدتش حاجه. بس دي انت ما حطيتش في دماغك الناس تستفاد من حاجه. كلنا بنقول حاجه، معلومه او اي شيء، كلنا بنستفاد من بعض. شكرا يا بس استاذ حضرتك، اتشرفت بحضرتك طبعا. شكرا ازاي مع القصه الجميله ديت. استاذ والمشكله زي ما الاستاذ قال برضه بالظبط كده، طريقه التلقي. يعني انا ممكن حضرتك تقول لي كلمه مثلا معينه، اخدها بطريقه معينه، استاذ نفس الكلام بطريقه مختلفه. فده يا جماعه بيبقى اكبر ضرر واقع على الست، وده احنا المفروض نحافظ عليها ونستر عليها، ده اختنا وبنتنا، وما تطلعش تتكلم في امور زي خليني دي اقول نوضح احنا بس. خليني اقول حاجه قبل ما انسى، بتكلم عايزه اقول عموما جنرال عن اي موضوع، مش على حد بس خلاص. معين. لا لا، انا بتكلم عن الموضوع الاسريه بالذات، انا بتكلم عن الموضوع الاسري عشان ده انتشر يعني. خليني اقول حاجه، انه دايما ودي نصيحه ليكم جميعا، لما حد يكلمكم في موضوع الطلاق، سواء صاحب سواء اي حد، حتى لو سمعتوا ده في لايف، بلاش ان اسهل حاجه، اصل احنا بنستسهل، فنلاقي واحده ايه بتعيط ومنهاره ومش عارفه ايه، نقوم قايلين لها يلا اتطلقي. انت بتهز 7 سماوات في ثانيه، انت